فلان معاه ربعه على ما يسمونها يعني. يعني يفتخر عند الناس أنا حضر حفلات هذا لما كنا صبيانيين يعني يا شيخ. نعم. كان يرى أنها الله فلان لا تقرب له، فلان معاه خويه، فلان معاه ربع، دير بالك تقرب له. فسبحان الله يا شيخ، من الحوادث العجيبة أن بعضهم مثل فأصبح حقيقة. نعم، يتقمص الشخصية وصار فيه، فأصبح يبحث عن المشايخ يقرؤون عليه يا شيخ. نعم. وآخر حالة أذكرها فيه إنه يقولون الرجل خلاص ما عاد هو صاحي. شلون يعني؟ خلاص ما يعرف من اللي حوله، يتصرف في أشياء نسأل الله العافية غير محسوبة. يعني انجن نسأل الله العافية. نقدر نقول إنه انجن. هل الجن اللي فيه فعلا هو اللي خلى حالته هذه، أو فعلا انجن جنون؟ أشكرك، ودي أكمل وياك لكن المخرج يقول لي الوقت انتهى. أشكر شكرا جزيلا. أشكر كل المشاركين والمشاهدين. احنا يا جماعة قاعدين نقول لكم عن أمر خطير قد يبيع الإنسان في دينه بحجة تقول لي والله هذه موروثات، هذه عادات، هذه تقاليد، إذا تقاليدنا تخالف ديننا نحطها تحت رجلنا. يا جماعة مو بس عندنا دين، عندنا توحيد، أخطر شيء في الدين. عندنا عقيدة، عندنا أخلاق، عندنا شيء اسمه عرف، عندنا عقل نحكم فيه. شنو إنسان بحالة جنونية قاعد يتراقص والله لا يشوف نفسه الحين يتذكر والله أنا شنو الجنون اللي فيني. ولهذا الجن سميت جنا من مشتقات الجنون. يجن الإنسان يا جماعة ويفرح بأن مجنون. في أحد وكثير من حفلات الزار ناس ماتت. تدرون شنو يعني ناس ماتت يا جماعة؟ يعني يبعث عند الله بهذا الجنون وهذه الشعوذة وهذا الدجل وهذه الخرافة. من ينفعك بعدين؟ ينفعك صاحب هذه الفرقة ولا هذا صاحب الحفلة اللي ناداك ولا ربعك؟ يا جماعة خلنا نبدأ من اليوم بداية جديدة. اللي راح. أهل الفرق هذه والخيام اللي يحطونها والناس اللي تدفع فلوس وصاحب الطار اللي يطق الطار والسادة هذول اللي يجمعون الناس والشخص اللي قاعد يرقص اللي فيه زار وزيران واللي قاعد يمثل هذا الأمر واللي قاعد يتفرج، ترى كلكم مشتركين. نصيحة: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا دولة، يا أجهزة أمنية، وينكم؟ مخدرات فيها، خمور فيها، فواحش فيها، كل شيء فيها، وما تدرون؟ إذا ما فكرتوا أن فيها شرك ودجل وشعوذة ترى فيها مخالفات قانونية ثانية. يا أسر، يا أباء أمهات، اتقوا الله. عيالكم ب10 سنين أنا شفتهم بعيوني، أطفال صغار. نبدأ من اليوم حياة جديدة، صفحة جديدة بيننا وبين ربنا سبحانه، توبة صادقة. ومن تاب الله عليه. والتائب من الذنب ما حد يلومه. تائب من الذنب كمن لا ذنب له، شنه ما سوى شيء، بل بالعكس يبدل الله سيئاتهم حسنات ويصبح إنسان مثل ما اتصلوا الإخوان قبل شوي. أنا أنصح غيري مثل ما طحت في هذا الخطأ عشان يبدل الله سيئاتي حسنات، وكان الله غفورا رحيما. كونوا معنا الأسبوع الجاي في أيضا موضوع جديد في برنامجكم الأسبوعي كل سبت بكل صراحة. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.